السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار وتستفيدوا بيه. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء، بقدم وصفات وبشارك معاكم روتينات، وكمان بقدم نصايح وافكار لاعاده التدوير، وكمان بعمل مشتريات وميزانيات. فتابعي معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل الافكار اللي موجوده فيه. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا بسم الله نبدأ الفيديو. اول ما حاجة زي ما انتوا شفتوا كده بدأت بالفطار. الفطار ده انا بحبه قوي بصراحة. من الحاجات اللي انا يعني بحبها جدا على الفطار هي البيض. والناس اللي متابعاني عارفين ان انا بحب البيض والجبن اللي بتسيح جدا. فده فطار شكله حلو ولذيذ، جربوه هيعجبكم جدا، طعمه خطير خطير بجد، مع كوباية نسكافيه. بعد كده بدأت ان انا انضف كده المطبخ والمع البوتاجاز، وخلصت بسرعة وما خدش وقت معايا. وبعدين بدأت ان انا اعمل الغدا، وكنت المرة دي عايزة اعمل حاجة كده ما عملتهاش بقالي فترة، فقلت هعمل سبانخ. السبانخ دي كانت عندي مجمدة، والحقيقة ان مامتي بتجيبها، هي تفرزها وتجيبها لي جاهزة. بس انا كنت بشتري ملوخية من السوبر ماركت وما خدتش بالي ان هي سبانخ واخدتها بالغلط. فقلت بقى كده ان انا اعملها. دي طريقتي فيها، يعني بصراحة بتطلع حلوة جدا وخفيفة. وانا الصراحه في الخضار والطبيخ والحاجات دي بحب ان الحاجه كلها تكون ني في ني. دايما اتعودت ان انا اعملها كده، مش بسبك بقى صلصه والكلام ده كله، لا خالص. لان بحب الحاجه تكون معموله بطريقه خفيفه وبطريقه صحيه وما تاذيناش. فبعملها بالطريقه البسيطه دي، وتعلمت الطريقه دي بصراحه من الكابتن بتاعتي. ومامتي دايما كانت برضو بتطبخ الحاجه ني في ني كده كله مع بعضه. زي ما انتوا شايفين يا دوبك بس شوحت البصلة ودبلت كده، وبعد كده ضفت عليها السبانخ. السبانخ طبعا المجمدة زي ما انتوا عارفين بتطلع من الفريزر، او اي خضار مجمد بتطلعيه من الفريزر على التسوية على طول، ما تخليهوش يفك وبعدين تستخدميه وهو مجمد. اللحمة دي انا كنت سلقاها، دي لحمة شرايح. صراحة اللحمة الشرايح من احلى قطعيات اللحمة اللي ممكن تجيبيها. اهم حاجة تكون تسويتها، يعني خلي الجزار او الراجل اللي بتجيبي منه اللحمة اطلبي منه ان هو يديكي قطعية تكون سهلة في التسوية. ويقطعها لك شرايح، او اللحمه الشرايح عامه مش بتاخد وقت في التسويه، علشان بيكون سمكها رفيع. وتقدري ان انتي تعملي شريحه او اتنين، بتبقى حلوه جدا. وممكن تقطعي الشريحه الواحده على مرتين، وبتوفر معاكي جدا جدا في كميه اللحمه بصراحه. فانا يعني زي ما انتوا عارفين انا يعني بحبها جدا. وبحب كمان القطعيه اللي هي الروز بيف، لما بجيبها شرايح، ودي بتكون سهله جدا في التسويه. تستوي على الطاسه مجرد ما تتشوح على الناحيتين، ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. وبعد ما خلصت كده شربت كوباية عصير برتقان عشان الواحد يعمل كده ريفرشمنت. والصراحة البرتقان زي ما قلت لكم قبل كده وجبناه وعصرناه مع بعض، من الحاجات الخطيرة اللي منعشة جدا في الجو ده، ومتوفرة وسعرها رخيص جدا. اوفر من اللي بتشتريه من بره او من الجاهز. تقدري تعمليه وتديه للولاد وبيقعد في التلاجة. لو هتحطيه في الفريزر او في التلاجة وهتعصريه في الخلاط مثلا، مش هتعصريه زي العصارة بتاعتي، هتشيلي منه البذر وتضربيه في الخلاط مع جزر عشان ترفعي القيمة الغذائية بتاعته. بجد بيكون تحفة ومش بيحتاج سكر. يعني هو اصلا البرتقال الفريش بيكون مسكر وحلو جدا. كمان لو حطيتي عليه الجزر، لو الجزر مسكر برضو ممكن ما تحتاجيش تحطي عليه سكر. فالحقيقة انا بشوفه حاجة متوفرة ورخيصة، وكمان قنبلة فوائد. بعد كده حبيت ان انا اعمل رز بلبن. الحقيقة فيروز بتحبه جدا جدا، وانا كمان بحبه. بس هي المشكلة الوحيدة اللي فيه ان هو بيبقى فيه كمية يعني كتيرة من السكر. فممكن لو مش حابين تعملوه تستبدلوه بأي نوع تاني صحي، زي سكر ستيفيا، او تعملوه بعسل النحل.
المهم عشان اقول لكم انا بعمله ازاي، انا بجيب الرز بتاعي وبسلقه، وبعد كده بسلقه عادي في ميه، وبعد كده بجيبه افضيه في الحله واحط عليه اللبن واحط عليه الفانيليا واحط عليه السكر. كمان لو انا عايزه يكون طعمه غني بضيف عليه قشطه او كريمه اللي موجود عندك. وفي الاخر خالص بدوب شوية نشا كده، معلقتين كبار في نص كوباية من اللبن، وبضيفها عليه في الآخر علشان ياخد القوام. دي كانت كريمة لباني عندي في الفريزر. الصراحة أنا بشيلها في الفريزر عشان هي بتبوظ وبتحمض في التلاجة، فلو مش هنستخدمها على طول بحطها في الفريزر عشان احافظ عليها أطول فترة ممكنة. ولما بحتاجها بقى في بشاميل في رز بلبن كده زي ما انتوا شايفين بطلعها واستخدمها. هي بقى هتدوب كده مع اللبن ومع السخونة بتاعة الرز بلبن، وهسيبها بقى على النار كده لغاية ما قوام الرز بلبن يتقل، وبعدين هطفي عليه واغرفه في الاطباق. الحقيقة الرز بلبن من الحلويات الصيفية بجد اللي جميلة، واحنا فعلا بنبقى يعني حاجات ممكن نعملها لأطفالنا في البيت وتكون مغذية، نقدر ان احنا زي ما قلت لكم نستبدل السكر بعسل او سكر ستيفيا لو حابين، او يعني نقدر نعمل حلويات كده في البيت تغني الولاد عن اي حاجة غير صحية بيجيبوها من بره البيت. وفعلا بتكون حلوة جدا ولذيذة زي ما انتوا شايفين كده. الرز خلاص خلاص، وهبدأ بقى ان انا اصبه كده في الاطباق واحدة واحدة. طبعا تقدروا تحطوه بقى في اطباق كبيرة اطباق صغيرة على حسب العدد بقى اللي انتوا عايزينه. ممكن يقعد معاكي اكتر من يوم في التلاجة، وبجد بيبقى عامل شبه الايس كريم، من الحاجات اللي فعلا انا بشوفها مغذية وجميلة جدا. اديها اهو في رز وفي لبن في كريمة. حتى لو في حاجة مش صحية فأغلب الحاجات اللي احنا حاطينها مفيدة جدا للولاد، فأنا شايفاه بصراحة بديل صحي للحلويات اللي بيشتروها من بره، اللي احنا مش عارفين بصراحة مصدرها او ايه اللي فيها. يعني حتى لو بنجيبها او كده غصب عننا عشان طبعا مش هينفع نحرم الولاد تماما منها، بس بصراحة ده بديل هايل جدا جدا. ده بقى شكله النهائي بعد ما برد، بيكون وشه مكرمش بالشكل ده زي المحلات بالظبط. واخيرا بقى هختم اليوم كده بمسلسلي المفضل ومشروب كده وفشار. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبشكر كل حد وصل معايا لنهاية الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وتشيروه وتشتركوا في القناة لو مشتركتوش، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى رأيكم. باي باي.